أكتر سؤال بيتسأل لي إزاي العرب عايشين هنا ومبسوطين والبلد أصلا ما فيهاش شغل الأجانب. في أول شهر ليا هنا قابلت واحد عربي قديم في البلد، سألته بعشم أنت بتشتغل إيه هنا؟ ضحك بصوت عالي وقال لي يا هاشم أنا بقالي 7 سنين هنا وعمري ما اشتغلت في أندونيسيا. طبعا الجملة دي عملت لي ايرور في دماغي ولخبطتني، بس ساعتها فهمت في فرق ما بين إنك تشتغل في البلد أو إن أنت تشتغل من البلد. أول حاجة لازم تفهمها إن العرب اللي بتشوفهم هنا دول مش شريحة واحدة، هم أكتر من نوع. أول نوع دول التجار الكبار، دي ناس شغالة في الاستيراد والتصدير، مكاتب الشحن، الفحم، العود، السياحة، موجودين بقالهم سنين، معاهم راس مال بيغطي تكاليف الشركة وتصريح الاستثمار الغالية، ووضعهم القانوني سليم، فدخلهم بيعتمد على التجارة الدولية أو البيع بالجملة، فدول أسسوا الشغل بتاعهم مظبوط. يجي بقى ليا أنا، لو أنا جيت وشاب وعايز أشتغل وبدور على وظيفة، عايز أبقى موظف يعني، ليه اكتشفت إن الطريق ده صعب جدا؟ لأن ده قانون البلد. القانون الأندونيسي بيفرض على أي شركة عايزة تشغل أجنبي إن هي تدفع للحكومة $100 عن كل شهر، ده غير تكاليف الإقامة السنوية اللي بتكلف فلوس. صاحب الشغل بيحسبها، إيه اللي يخليني إن أنا أدفع كل ده في موظف أجنبي لما ممكن إن أنا أجيب ابن البلد بمرتب معقول؟ القانون ده طبعا لو أنا كنت عرفته بدري كان هيوفر سنين تجارب غلط ومحاولات فاشلة. طيب ممكن واحد يقول أنا ممكن أعمل مشروع صغير على قدي، مطعم أو كافيه. هنا برضو لازم ناخد بالنا من حاجة مهمة، علشان أفتح مشروع قانوني محتاج تأسس شركة، تدفع ضرائب وتراخيص، مصاريف مستثمر يعني. بس في المقابل هتبيع لجمهور محلي قدرته الشرائية ضعيفة، يعني بتصرف مصاريف سياحي وبتقبض شعبي. علشان كده في ناس كتير لما تجرب بتلاقي ان هامش الربح بيتاكل، بيروح في المصاريف الثابتة، وان راس المال بيخلص بسرعة. فهو طبعا مش كل بلد رخيصة للمعيشة تبقى رخيصة للبزنس. طيب امال الناس اللي هي عايشة ازاي؟ يعني لو مش تاجر ما ينفعش انك تدور على شغل جوه البلد، بس القانون بيسمح لك ان انت تشتغل من البلد. يعني ايه؟ يعني ممكن تشتغل اونلاين فريلانسر طالما ان العميل بتاعك بره اندونيسيا، مبرمج، مسوق، كاتب، فريلانسر شغال في اي حاجه، فوتوشوب. ده المسار الامن، لان الدخل بتاعك بيكون من خارج اندونيسيا. طيب لو واحد ملوش ان هو في النت ومعاه قرشين وعايز يعمل مشروع، يعمل ايه؟ هنا بقى لازم نحط قاعده ونركز فيها كويس قوي. الشغلانه اللي ما كنتش فيها صبي ما ينفعش تبقى فيها معلم. اندونيسيا مش مكان للتجارب. عايز تفتح بيزنس لازم اكون خبير في المجال بتاعي، وان انا عارف المداخل والمخارج بتاعته. اولا لان السوق منافسته شرسه، تاني حاجه عشان ما يضحكش عليا. ما ينفعش ان انا اكون ما بفهمش في النجاره وما اعرفش انواع الخشب واجي افتح معرض موبيليا. التاجر هيضحك عليا والزبون هيضحك عليا، العمال لما ياخدوا بالهم ان انا مش فاهم هيضحكوا عليا. عايز تشتغل في اندونيسيا، يا اما جاي شغال فريلانسر عندك دخل من بلدك او دخل اونلاين، او ان انت يكون عندك خبره وان انت تكون معلم في مجال معين تقدر ان انت تاسس بيها المشروع بتاعك. معاك راس مال يغطي المصاريف، معاك خبره، مش محتاج اي حد يعلمك، مش محتاج حد يشاركك، تقدر ان انت تدير الموضوع بنفسك. انما لو جاي تدور على وظيفه، لا. لو جاي ان انت تجرب، لا. لو عرفت واحده من على النت وعايز ان انت تدفع انت الفلوس وهي تعمل بيزنس وتقول لك هنشاركك، لا، لان طبعا الكلام ده بيكون مش موجود على الورق وملكش اي حق فيه. اندونيسيا مش مكان ان انت تغامر فيه او ان انت تيجي تجرب حاجه جديده فيه. لازم تكون رجلك واقفه على ارض ثابته من ناحيه الدخل، وتكون عارف انت هتعمل ايه بالظبط.